السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وهنا يا رب. طبعا احنا في رمضان، فكل يوم بنعمل اكلة جديدة. غير اللي قبلها، غير اليوم اللي قبله يعني. تمام. فالنهارده جايه لكم بوصفة حلوة قوي وسهلة وكلنا بنعرف نعملها. بس حبيت اوصل لكم الفكرة بتاعتي في الصينية بتاعت النهارده هنعمل صينية بطاطس بالخضار كده ني في ني. تمام. سهلة جدا وبسيطة. تعالوا نشوف المكونات مع بعض. انا معايا فلفل اسود وسبع بهارات، ومعايا قرفة، ومعايا زيت وملح، معايا بصل حلقات زي كده، ومعايا طماطم حلقات وطماطم كيوبس صغيرة، ومعايا فلفل اخضر حامي او رومي لو انتم مش عايزين حامي، بس الحامي بيديها طعم السبايسي كده، بيخليها شكلها سوري، طعمها حلو كده. معايا بطاطس مقطعه زي كده بالظبط، ده الحجم بتاعها. تمام. معايا معلقتين صلصه كبار. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. دلوقتي هنحط البصل. ماشي، هننزل اول حاجه بالبصل. بسم الله. بكميه البصل كلها اللي عندنا. هننزل بعد كده بالطماطم القطع الصغيره، ونسيب الحلقات. هقول لكم نعمل بيها ايه في الاخر. تمام. ننزل كمان بالفلفل. خلاص. بعد ما نزلنا بالخضار عندنا، هننزل بالتوابل عندنا وارجع لكم تاني. انا هنا حطيت كل الخضار مع بعض، البصل والفلفل والطماطم. تمام. حطيت عليه التوابل، فلفل اسود، قرفه ناعمه، سبع بهارات. عملتهم يعني، هعملهم ميكس دلوقتي مع بعض. لو في كمون عندكم نحط نص معلقه صغيره من الكمون. هميكس الكلام ده كله وارجع لكم تاني. طيب بصوا، انا عملت كل الحاجات كده. تمام. يعني عملتها ميكس مع بعض. دلوقتي هجيب الصينيه عندي اهي، هفضي نص الكميه من الخضار اللي انا عملته مع بعض ده تحت. ماشي. تمام كده. هبتدي اضيف البطاطس. بسم الله. انا هنا عندي ضفت البطاطس. تمام. بعد ما ضفت البطاطس كده، هحتاج الصلصه اللي معايا. انا معايا معلقتين صلصه كبار، هحطهم على الخلطه دي. ليه بقى؟ عشان هزود ميه هنا على الخلطه دي واقلبهم كويس، وهوريكم هنعمل ايه في الاخر. انا هنا ضفت الميه على الصلصه والخضار اللي هو كان باقي الكميه اللي انا عملتها من الصينيه من تحت. تمام. هنزل هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده. ماشي. طبعا نعملها كده. خلاص. بعد ما سويناها كده، هننزل بطماطم الشرايح اللي احنا كنا عاملينها. ماشي كده. خلاص. طيب بعد ما نزلنا بالطماطم حلقات، هننزل عليها بزيت من فوق كده. خلاص. كده خلاص نزلنا عليها بالزيت من فوق. وكده هنحطها على النار تستوي براحتها خالص، وبعدين ندخلها تاخد وش فرن، وهتبقى دي صينيه البطاطس بتاعتنا بتاعت النهارده، ني في ني. الف هنا وصحه. لو اول مره تشوفوني، انا شوف هدير المصري. اتمنى تكون الوصفه سهله وبسيطه وسريعه، وكل مكوناتها عندكم في البيت، وتعجبكم ان شاء الله. لو اول مره تشوفوني، انا شوف هدير المصري. هعيد عليكم تاني سوري. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.